السلام عليكم. جاهزين لمسلسل وتقابل حبيب اللي بيحكي عن الليل الحسيني. ياسمين عبد العزيز سيدة ثورية بتكتشف خيانة جوزها يوسف أبو العزم أو خالد سليم بعد ما تجوز عليها في السر رقية العسكري نيكول سابا. بعد الطلاق بتدخل ليل في علاقة حب مع فارس أبو العزم وكريم فهمي أخو طليقها، وده بيحطها في صراع معقد بين العيلة والحب والمشاعر المتناقضة. ملخص الحلقات المعروضة بالتفصيل: الحلقة الأولى، ليل بتخبر جوزها يوسف وأمه إجلال أنوشكا بحملها، لكنهم بيسعوا لإجهاضها. في نفس الوقت إجلال بتحاول تفرق بين ابنها فارس ومراته نهى. الحلقة الثانية، ليل بتكتشف خيانة يوسف وزواجه من رقية وبتقرر تنفصل عنه. فارس بيبدأ يحس بمشاعر تجاه ليل وبيحاول يقرب منها. الحلقة الثالثة، ليل بتواجه تحديات بعد الطلاق وبتحاول تتأقلم مع حياتها الجديدة. فارس بيدعمها وبيحاول يكون جنبها في كل خطوة. الحلقة الرابعة، يوسف بيحاول يرجع ليل لكنها بترفض. فارس بيعترف بحبه لليل وبيبدأوا علاقة جديدة. الحلقة الخامسة، إجلال بتحاول تفرق بين فارس وليل وبتستخدم كل الوسائل المتاحة لها. ليل وفارس بيواجهوا التحديات معا. الحلقة السادسة، رقية بتحاول تستغل يوسف لمصالحها الشخصية وبتبدأ تظهر نواياها الحقيقية. يوسف بيبدأ يشك فيها. الحلقة السابعة، ليل بتكتشف إنها حامل من فارس وبيقرروا يعلنوا خبر حملها للعيلة، وده بيزود التوتر بين أفراد العيلة. الحلقة الثامنة، يوسف بيحاول يصلح علاقته بليل لكنه بيكتشف علاقتها بفارس وبيحصل صدام كبير بينهم. الحلقة التاسعة، رقية بتخطط للسيطرة على ثروة يوسف وبتحاول تبعده عن عيلته. يوسف بيبدأ يلاحظ تصرفاتها الغريبة. الحلقة العاشرة، فارس بيطلب إيد ليلى رسميا وبيواجهوا اعتراضات من العيلة لكنهم بيقرروا يكملوا مع بعض. الحلقة الحادية عشرة، إجلال بتخطط لمؤامرة ضد ليل وفارس عشان تفرق بينهم وبتحاول تستعين برقيانة في خطتها. الحلقة الثانية عشرة، يوسف بيكتشف خيانة رقية ليه مع شخص تاني وبيقرر يواجهها بالحقيقة. الحلقة الثالثة عشرة، ليل وفارس بيواجهوا تحديات جديدة في علاقتهم بسبب تدخلات العيلة لكنهم بيحاولوا يحافظوا على حبهم. الحلقة الرابعة عشرة، يوسف بيحاول يستعيد ثقة ليل لكنها بترفض وبتأكد على حبها للفارس. الحلقة الخامسة عشرة، رقية بتحاول تنتقم من يوسف بعد ما اكتشف خيانتها وبتخطط لتدمير سمعته. الحلقة السادسة عشرة، العلاقة بين الليل وفارس بتتطور وبيبدأوا يخططوا لحياتهم المستقبلية مع بعض. الحلقة السابعة عشرة، يوسف بيواجه رقية بعد اكتشاف خيانتها وبيقرر ينفصل عنها. في نفس الوقت فارس وليل بيقربوا من بعض أكتر وبيبدأوا يخططوا لحياتهم سوا. نقاط قوة المسلسل: قصة مشوقة، المسلسل بيناقش قضايا الخيانة، الحب والصراعات العائلية بطريقة درامية مشوقة. أداء تمثيلي مميز، ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي وخالد سليم قدموا أدوارهم ببراعة وأضافوا عمق للشخصيات. إخراج متقن، محمد الخبيري نجح في تقديم رؤية إخراجية جذابة بتوازن بين الدراما والرومانسية. المسلسل بيتعرض على قنوات تي في بجودة عالية وبدون إعلانات، وده بيوفر تجربة مشاهدة ممتعة ومريحة للمشاهدين. متفوتش الفرصة وتابع مسلسل وتقابل حبيب عشان تستمتع بالأحداث المشوقة والأداء الرائع. وصلنا لآخر الفيديو، فلو حابب تشترك وتستمتع بالمسلسل ده وباقي المسلسلات الحصرية اتواصل معانا على الأرقام الموجودة في آخر الفيديو وإحنا هنساعدك في كل خطوة. ما تنساش تشارك الفيديو ده مع أصحابك وتعمل لايك وشير لو عجبك المحتوى. ولو عايز تتابع باقي المسلسلات الحصرية والممتعة اعمل متابعة لصفحتنا علشان يوصلك كل جديد. قنوات تي في دايما بتقدم لك أفضل المسلسلات والبرامج بأعلى جودة وبدون إعلانات مملة.